انسى الطريق مع نيفين محمود ومحمد سويلم على ميجا اف ام. طب يسعد مساكم. حلوة وسنجوبة. يا سيدي، مساء الفل عليك يا نيفين محمود، ومساء الفل على كل المجاويل اللي بيسمعونا. مساء الفل على احلى ناس بتسمعنا، وهوفلي ان هم يخرجوا بره صمتهم وخلاص بقى يكملوا يتفاعلوا، لدرجة ان احنا خرجنا عن موضوع الحلقة، ما عملناش موضوع اساسا. ويا حرام يعني، احنا اسفين جدا للفنان الراحل الرسام المصري طبعا محمود سعيد، بس هنتكلم عنه الاسبوع اللي جاي. طبعا هنعيد الحلقة ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي، وهنتكلم عن الفنان. هنعيد ايه واحنا قلنا حاجة يعني الموضوع يعني كمان بنشكر ياسمين ايمن اللي هي تعبت وحضرت الحلقة، وفي الاخر راحت في الزلافة ما طلعناش قلنا حاجة. الزلافة دي زي الحصالة كده، زي الحظالة. مساء الخير عليكم، ويا ريت تكملوا معانا الساعتين دول. معاكم محمد سويلم ونيفين محمود، وطبعا انسى الطريق على ميجا اف ام. النهارده بنوعدكم ان الحلقه مش هقول بس لازم اقول لهم ان هيكون معانا ضيفه عزيزه جدا علينا، وانا متاكده ان الحلقه ان شاء الله هتعجبكم، لان هنتكلم على كل واحد على فينا موضوع شائك، موضوع ابدي وازلي، وهنفضل طول عمرنا فاكرينه وبنتكلم عليه. وفي ناس هتعمل عبيطه وفي ناس تعمل ناسيه، بس محدش بيبقى ناسي الموضوع ده، وهتعرفوا حالا لما نرجع اللينك الجاي. بقول لك ايه، انا لقيت قدامي اغنيه يعني الكابو الكبير قوي حميد الشاعري الجديده. ايوه، ومحمد قماح. يلا بينا ويلي، ونرجع نكمل معاكم على طول. علوا بقى الراديو على الاخر وقربوا ودانكم، عشان موضوع الحلقه النهارده هيخص كل واحد وكل واحد. اوعوا تروحوا في اي حته. الاس ام اس على 192.7، والفان بيج هي انسى الطريق بالعربي بفرانكو اراب. قولوا لنا اخبار الشوارع بتاعتكم ايه دلوقتي او اللي انتوا فيها. عوده الى الماضي، اهداء لجيل الثمانينات والتسعينات. هي الاغنيه مش قديمه، لا بس انا اسمع حميد الشاعري ارجع عنده كده يعني السر بتاعه. يلا بينا. يا رب تعودي. ما بتعودش يا نيفين محمود. نفسي في الضفاير وما بتدومش لحد. ما كنتش بالي. نفسي انسى الطريق مع نيفين محمود ومحمد سويلم على ميجا اف ام. لكل واحد بيسمعنا النهارده وبيسمعنا دلوقتي، اوعوا تروحوا في حته لمده الساعتين اللي جايين، لان زي ما قلت انا وسويلم النهارده معانا ضيفه عزيزه جدا علينا، وهي حد بروفيشنال لايف كوتش او مدربه حياه، وهتتكلم معانا على موضوع يعني يخصنا كلنا. هي مش بس مدربه حياه، هي كمان كاتبه، وهنعرف بقى الموضوع اللي اخترته لنا النهارده، لانه بيمس كل واحد وكل واحده فينا. زي ما قلت لكم، في ناس بتبقى فاكراه على طول، في ناس بتعمل ناسيه، في ناس عمرها ما بتنساه خالص، في ناس زي الهضبه ما بيقول. هنلعبها كمان شويه، خليكم معانا هتعرفوا كل حاجه. بالظبط كده. بس تعالوا نشوف الاول اخبار الطرق ايه. مبدئيا بنمسي على كل الناس اللي بعتت لنا على 192.7. في مسج بتقول انا كنت وليد وانت دلوقتي ايه؟ شامين. دودو الاغنيه بتاعت لينا شمامين لما انتوا دخلتوا. انا قلت لهم الاغنيه دي بتفكرني بالبحر، فبتقول لي ايه علاقه الاغنيه دي بالبحر؟ انا كنت هنام وانا سايقه، حرام عليك. لا والله يرضيك كده. معلش. ماشي يا دودو. طيب مبدئيا على فكره يا سويلم، انا اكتشفت حاجه. ايه؟ ان انا بقول كلمه مبدئيا كتير قوي. والله اكتشفت الموضوع ده. كده ما تقولهاش تاني. اكتشفت كده يوم الخميس اللي فات وانت مش موجود. حد قال لك؟ لا، انا اكتشفت ان انا لوحدي وانا على الهواء قلت مبدئيا في جمله واحده 3 مرات. الله اكبر. طب انا بقول ايه بقى؟ انت ايه اللازمه بتاعتك؟ لا، الشهيصه دي ده فعل، ده احساس، ده مبدأ في الحياه فعلا. ده حقيقي، ما ينفعش تبقى لازمه. ده حقيقي. طيب عامه بمناسبه الشهيصه، عشان دودو جرحتني جامد جدا. جرحتك كمان يا الاغنيه اللي جايه هفوقك يا دودو بالعافيه وهتشوفي. طيب نرجع تاني للتقرير المروري. ايوه، مبدئيا كده بقى. مبدئيا كده يا جماعه الصحراوي. انتوا بعتني مش واخده بالي. الطريق الصحراوي اللي رايح عند المول طبعا او داندي مول اللي هناك، يعمل حسابه ان اليو تيرن بقت الكوبري. فعلا دي حاجه مهمه جدا اتغيرت عند الطريق الصحراوي اللي عايز يعمل يو تيرن عشان يرجع ل6 اكتوبر او زايد. لا في كوبري بتطلع الكوبري ده علشان تلف الناحيه الثانيه من الطريق. بس طلعت كوبري ده زي الاكزيت بره في بلاد بره في اوروبا ودول متقدمه. هو المفروض ان على ان شاء الله بدايه الصيف كده الطريق الصحراوي كله هيبقى اليوترنات بتاعته كباري. بس هو ده فعلا اشتغل خلاص، الكوبري ده اشتغل خلاص، فخلي بالكم. طيب الدائري بعد اكاديميه الشرطه اتجاه ميراج صعب جدا. طيب عايزين اقول لكم ان الصحراوي لذيذ. طب الحمد لله. دائري سخنة او مخرج السخنة للتجمع 100 فريسكا.
ايه فريسكا. فريسكا طلعة اكتوبر من الدقي واقفة والحمد لله. الحمد لله. طيب لغايه دلوقتي هي دي الاخبار اللي قدامنا عن المرور. لو عايزين تقولوا لنا اي تفاصيل زياده 192 7. سبحان الله. دودو او دودو قالت ان انا نيمتها. الاغنيه اللي جايه اسمها اصحى اصلا لوحدها. طب يلا هتصحي هي لاريبيان نايتس، بس انا كنت حاططها لك لانها مختلفه جدا. فتعالوا نصحى مع بعض كده. مبدئيا انا موافق. اي واحد مريح دماغه على الدركسيون يفوق كده ويعلي الراديو. تعالوا نسمع الاغنيه المختلفه دي وهنرجع بقى اللينك الجاي نتكلم في الموضوع بتاعنا مع ضيفتنا الجميله اللي هيخصكم كلكم، وهتتفاعلوا معانا بقى بمسجز. استنوا نرمين نعمان بعد الفاصل على طول، وهترجع تتكلم معانا عن ايه مش هنقول لكم دلوقتي. اصحى وعلى الراديو. يلا انا عايز بس عايده اشتغلوا معانا لو سمحتي. اللي بيعرف يحطب ماشي، اللي عايز يطلع منديل لبناني في وسط البرنامج ما يضرش. برضه يعني ضرب نار في الهوا. يلا بينا بقى. رجعنا بقى علشان مش احنا بس اللي نمسي عليكم، ولكن كمان ضيفتنا العزيزة جدا نرمين نعمان، وهي كاتبة ومدربة الحياة، منورانا في الاستوديو. مساء الفل عليكي. مساء الخير عليكم. ازيك يا نيفين؟ ازيك يا محمد؟ انا مبسوطة جدا ان انا معاكم. واحنا كمان جدا. الله يخليك، ومبسوطة جدا بالسادة المستمعين، ويا رب ان شاء الله يعني يتبسطوا قوي بالحلقة الغريبة اللي احنا هنعملها النهارده ان شاء الله. ما تقلقيش. احكي لنا بقى عن الموضوع اللي اخترتيه، واشمعنى الموضوع ده بالذات اللي عايزه نعمل بيه اول حلقه او اول لقاء لينا معاكي، وان شاء الله يبقى في لقاءات اكتر من كده بكتير. والله أنا بتكلم عامة عن البني آدم والصراعات اللي بيقابلها في حياته، ويمكن من خبرتي أنا في الشغل السنين طويلة وخبراتي والتجارب اللي أنا مريت بيها وشفت فعليا الناس بتمر بيها. فعليا ولا مبدئيا؟ لا مبدئيا بتاعتك انت مش بتاعتي أنا. انت مبدئيا جت الراجل. انت جت على الجرح بتاعك. لا أنا بقول فعليا كتير. فحبيت إن احنا نبدأ الحلقة النهاردة إن دايما بسميها ايه، القصه اللي دايما بتخلص بما ينفعش دي. قصه كده كل واحد المأساوية مخبيها جواه كده في حته معينه، ووجعاه وساكت مطنش عامل نفسه مش واخد باله، عايز يمشي في الدنيا وهي بتتجر وراه بالظبط ومخبيها. طب ايه رايكم ان احنا نيجي النهارده نفتح الحته دي ونفتح الجرح ده وننضفه عشان نعرف نمشي كويس بدل ما نمشي بنحجر. يعني نفتح الصندوق الاسود من الاخر. برافو عليك. بس هنسميه ايه بقى معاكي النهارده؟ احنا هنسميه الكتاب الاسود. الكتاب الاسود. طيب فهمينا بقى ايه النظريه اللي انت يعني بتقدميها النهارده لمستمعينا في انسى الطريق، واللي هي اسمها الكتاب الاسود. ايه هو الكتاب الاسود؟ الكتاب الاسود هو ما يتلخص في ان انت بالظبط زي ما محمد قال، اي طياره يبقى فيها الصندوق الاسود ده عباره عن ايه؟ في كل الخبايا والتفاصيل وكل الاسرار الغامضه جدا بتتسجل كل اللي حاجه، بتتسجل كل المعلومات كمان، وكل المعلومات عنك، واللي ممكن جدا اللي راكبين جوه الطياره نفسهم ما يعرفوهاش. وللاسف الصندوق الاسود ده دايما بيتلاقى بعد فوات الاوان، بعد ما فعلا تروح بقى في حته، بعد ما الكارثه بتحصل، بعد ما بنلاقي اشلاء وحتت مننا واقعه في كل حته، ونيجي نقول يا ريت اللي جرى مكان. طب ما تيجي تفكر معايا كده، لو انا اديتك الصندوق الاسود دلوقتي في ايديك وعرفت خباياك واسرارك وكل الحاجات اللي انت فعلا ما تعرفهاش او عارفها ومدكنها عشان مش عارف تتعامل معاها، او يمكن يكون مش واعي بيها اصلا. بالظبط. شويه التراب اللي تحت السجاده. طب لو الحق الدنيا قبل ما الطياره تقع، لو جيت اديتهم لك دلوقتي وحطيتك قدام مرايه واجهت بيها نفسك، هتبقى مواجهه شرسه، مواجهه صعبه، مواجهه بتوجع، لكن صدقني هي دي اللي هتخلي حياتك اسلس، وفعلا تقدر ان انت تقول ان انا قادر ان انا اقوم على حيلي من غير ما ندعي. خلينا نبقى حقيقيين قوي في حقيقتنا. طب نرمين اسالك سؤال، في ناس ممكن من كتر ما الموضوع ده هيوجعهم وهم عارفين ان هو هيوجعهم، فهم في اللاوعي بتاعهم لو حطيت صندوقهم قدامهم يقول ده مش صندوقي، انا ما فيش الكلام ده، هيبقوا عايشين في دينايل. بالظبط. صح كده؟ دي حاله اسمها دينايل وانكار. هي الفكره الدينايل او الانكار ده بيتكسر امتى؟ لما انت بتتوجع بجد وما بتلاقيش عندك اي حايز تتدارى وراه. يعني عارفين بالظبط، مش اكسكيوز طلعوا تاني. عارف بالظبط، انا بيفكرني طابور الجيش بتاع اسماعيل ياسين اللي هو ما كانش عايز ينط كل ورا يجيب الواحد لحد ما جه عند الشاويش عطيه. يعني هيجي في الاخر هيرمي الشاويش عطيه، هيجي بعد كده هيضطر انه يرمي نفسه في حاجه هو مش فاهمها. خليني
خليني اوفر عليك كل التعب ده وكل اللخبطه في المعايير والادراك عشان تعرف فعلا تعيش كويس. طيب خلينا نرجع مع نرمين نعمان، وهي طبعا مدربه الحياه والكاتبه. هنتكلم معاها اكتر عن فكره او نظريه الكتاب الاسود الخاصه بيها. بس هو النظريه خاصه بيها، لكن الكتاب الاسود ده عند كل واحد فينا. لا مش بس كده، ده كل مجاوي ومجاويه هينشر كتابه الاسود معانا دلوقتي على الهوا على 1-2-2-7، ونرمين هتسالكم اسئله مباشره وكل واحد هيجاوب بصراحه لحد ما نطلع الكتب السوداء ونبيضها كلنا مع بعض بقى. ونرجع نعرف بقى من نرمين يا ترى امتى نقدر نطلع الكتاب الاسود، او هنعمل فيه ايه، هنواجه نفسنا بيه ازاي. طيب بما ان كل واحد عنده سر مخبيه ومدكنه كده، فاحنا الاغنيه نسمعها بتاعت ادم طبعا لفيلم كلاشينكوف، عندي سر خطير. انا لا مش سر خطير، لا دي بلاك تيمه راحت منك الناحيه الثانيه. المهم يعني في سر في الموضوع، واحنا بعون الله هننشر كل الاسرار مع بعض. يلا بينا، ما تنسوش تبعتوا لنا الكتاب الاسود بتاعكم على 1-2-2-7 او تكلمونا على طول على 38-359-962. خليك شجاع. 99 كل نجاح كبير بدأ بخطوة صغيرة. قصة نجاح مع نيفين محمود ومحمد سويلم، وانسى الطريق على ميجا اف ام. غالبا هو ده اللي هنكتشفه النهارده مع نرمين نعمان، وهي طبعا الكاتبه واللايف كوتش او مدربه الحياه، ان كل نجاح هنوصل له في حياتنا لازم الاول يبتدي بمواجهتنا لكتابنا الاسود. النهارده هنشوف قصه نجاحنا في الحياه ولكن بشكل مختلف، لما فعلا نواجه الصندوق الاسود بتاعنا ونحاول نواجه مخاوفنا ونتدارك اي موقف قبل ما يحصل او قبل ما الصندوق يتملي على الاخر ويفرقع في وشنا. بالظبط، هو دي الفكره. هي الفكره ان انت لو فضلت ان انت تداري كل مخاوفك ومش قادر تواجه نفسك وتبص في مرايتك بطريقه فعلا صريحه وحقيقيه، طب هتعمل ده امتى؟ هتقدر تنجح امتى؟ هتفضل طول عمرك نفسك تعمل الهدف ومش قادر تحققه، نفسك توصل لحاجه وجواك فعلا الحلم ومش قادر توصل له. اللي بيحصل بعد كده ان انت بتقول انا بني ادم فاشل في الشغل، انا بني ادم فاشل في العواطف، ما اقدرش اعمل علاقه وتستمر. تفضل ان انت تحط نفسك تحت تبويب، او ده بنسميه ليبلينج، ان انت بتطلق عنوان معين، تصنيف على نفسك بالظبط كده، وتفضل للاسف عايش بيه غلط طول حياتك. على فكره في ناس بتعيش وبتموت حياتها كلها مسجونه، مش عارفه نفسها او مسجونه في تبويب غلط. لان انت مجرد وانت في الحاله السيئه او الحاله السلبيه دي، لما تحط لنفسك فريم تزنق نفسك فيه، انت ما بتفكرش صح. لازم تفهم يعني ايه ادراك، لازم تفهم يعني ايه ان التفكير يكون متزن عشان تقدر تطلع فعلا بصوره حقيقيه. طيب نرمين معلش خلينا نتفق على حاجه برضو، اللي انت بتقوليه ده محتاج حد يا اما واعي جدا لنفسه، ان هو في كل خطوه يبتدي لا يصنف نفسه، وفي نفس الوقت مركز ان هو يكتشف هو مين. بس ما احناش كتير مننا نقدر نعمل كده، او مش واعيين قوي للدرجه دي طبعًا بنفسنا. طبعا كلنا وبما فيهم انا، من قبل ما ابتدي ان انا افكر او ابتدي ان انا افكر في حياتي بشكل مختلف، كنت بقع في كل المشاكل دي وبقع في كل فخ والتاني بطريقه فعلا متكرره. اللي انا بقوله حاليا واللي انا بحاول اوصله لاكبر قدر من الناس، انا الحمد لله عملت كتاب اسمه الكتاب الاسود، وباذن الله هينزل اول الشهر الجاي. بحاول فيه ان هو يوصل لاكبر قدر من البني ادمين اللي حواليا يقدروا يستفيدوا بخبراتي انا الشخصيه او خبرات كل الناس اللي انا قدرت ان انا اقابلها في حياتي. وبنقدر بعد فتره نعمل استنباط لنمط معين. انت لو بصيتي حواليكي كده هتلاقي ان الناس كلها فيها نمط معين بتقع في نفس الفخ بنفس الطريقه. لو اتكلمنا عن العلاقات العاطفيه العلاقات بالذات الحياه كلها عباره عن ايه؟ راجل وست وعلاقات. حياتك من اولها لاخرها في الشغل، في البيت، في اي مكان، مجرد علاقه ما بينك وما بين الاخر، ما بين اللي حواليكي. لو انا مش فاهمه نفسي كويس ومش قادره ان اتعامل مع نفسي، ازاي متوقعه ان اللي قدامي هيقدر يفهمني ويتعامل معايا بالظبط؟ احنا بنتناقش بالظبط من اول مراحل المراهقه لحد البلوغ والكهوله، المراحل بتاعت حياتنا من حب وجواز وطلاق وعشره وخيانه وعلاقات وشغل. كميه المطبات او الصدمات اللي بنلاقيها في حياتنا اللي في الاخر للاسف ما بنقدرش ان احنا نقاومها وبتوصلنا لمرحله الاكتئاب. فكل واحد يجري على الدكتور النفساني بتاعه ويقعد يبلبع في مهدئات ومسكنات، بس هي للاسف فعلا مسكنه. ده لو كمان قررنا ان احنا نروح نستشير حد بروفيشنال. بالظبط. انا عايز اقول لك على حاجه كمان، في ناس بتبقى مثلا في مجالها العملي
ناجحه جدا وواصله لحاجات ناس كتير مش واصله لها، بس هي من جواها مش مبسوطه ومش سعيده ومش عارفه ليه، عشان ما فتحتش صندوقها الاسود. بالظبط. ممكن يكونوا ناجحين في مجال واحد بس، لكن بقيه المجالات في العلاقات مثلا زي ما وما يبقوش عارفين ايه اللي مضايقهم او ايه المشكله فين، لان نواحي الحياه كتيره جدا، ما هي شغل بس. لو اتكلمنا عليها باستفاضه، ده في حاجه اسمها بالانس يور لايف، او ازاي توازن حياتك في 7 مراحل متكامله بالترتيب. فما ينفعش ان احنا نبص للموضوع بطريقه شموليه وندي عليه فيري جنرال استيميشن، او نختزل بالظبط في كلمه او كلمتين وبعدين نيجي في الاخر نشتكي. فانا حابه ان الناس ان شاء الله تستفيد من الموضوع ده، تستفيد من الكتاب لما تقراه، بحيث انها تقدر تفهم يعني ايه ذكر، يعني ايه انثى. فكره ادم وحواء من اول ما نزلوا على الارض، ربنا ما رضاش ان هو يعذبهم، بالعكس ده عمر بيهم الكون. لكن الفكره نفسها ان هم لازم يكونوا فاهمين بعض، مين الوليف، مين السكن، مين تعدد المسؤوليات هنا، مين اللي هيعمل ده، مين اللي هيعمل ده. الراجل شايف الست ازاي، الست شايف الراجل ازاي، وليه صدمات دايما بتحصل متتاليه، واحنا ازاي بنتعامل معاها بعد كده. طب ما تيجي ندخل بقى الناس معانا وتساليهم السؤال بتاعك. حابه ان انا اسال كل المستمعين، وخلينا نرجع لورا شويه. عايز اسالكم سؤال مهم، هل فعلا بتؤمن بالحب الاول ولسه مأثر فيك لحد دلوقتي ولا خلاص؟ هل بتؤمنوا بالحب الاول ولا لا؟ ولو او لا لسه مأثر فيكوا لحد دلوقتي، حتى لو الناس كبرت واتجوزت وخلفت وسافرت وراحت وجت، لسه فاكرين بقى الحب الاول ده ومأثر فيكوا ازاي؟ ده اللي عايزين نعرفه. في مكان فاضي بترجع له كده وبتحن ليه وما تبقاش عارف القصه دي انتهت ليه؟ وليه دايما في حياتنا دايما اي بني ادم نقدر نقول عنده القصه اللي دايما بتنتهي بما ينفعش دي؟ في اغنيه معينه مع الاسف ما ينفعش. في اغنيه معينه بتفكرنا بناس معينه، في مكان معين كنا متعودين نروحه بيفكرنا بناس معينه، في شارع لما بنخش فيه بعربياتنا او على رجلنا بيفكرنا بناس معينه، في من اكتر الحاجات اللي بتفكر الناس ببعض الريحه، السنت. لا طبعا انا عايزه اقول لك على حاجه، ده اسمه ارتباط شرطي، ده طبيعي جدا على فكره. زي ما بالظبط ان احنا مثلا نسمع اغنيه عمرو دياب فنفتكر الساحل ومارينا. بالعكس، ده انت ساعات ممكن تتفادي او تتجنبي اغنيه او مكان لانه بيفكرك بهذا الشخص. بالظبط. تخيل لو انت حياتك ما قدرتش ان انت تفك طلاسمها وفضلت تتراكم في يعني ارتباطات شرطيه، انت كده مليون شارع مش فاهم هتخش فيه، مليون اغنيه مش هتحجم نفسك، مليون مكان شغل ممكن ما تقدرش ان انت تعتبه عشان كان بيفكرك بحد في موقف معين. لكن كده انا كده هبقى متلقي حياتي. لازم ابقى عارفه ازاي ان انا يعني خيوط حياتي دي كلها انا اللي كنت كنترولت، ان انا اللي اتحكم فيها، ابقى انا اللي سايق الموضوع، مش الظروف والاشخاص والاحداث هي اللي بتسوقني. اديكوا سمعتوا سؤال نرمين نعمان، هنرجع نرد على او نقرا الاس ام اس بتاعتكم على 19297. السؤال بيقول هل انت بتؤمن بالحب الاول ولا لا؟ ابعتوا لنا وجاوب. ولسه فاكر حبك الاول ولا لا؟ ولو انت كنت ناسي اغنيه افتكرت هتفكرك دلوقتي حالا. هنسمع محمد حماقي ومصطفى صندل ونرجع نكمل معاكم على طول النهارده. فكره كويس بقى. النهارده كله يشتري مناديل يا جماعه، كله يشتري مناديل. معلش، ما احنا عشان ايه؟ عشان ننظف لازم ايه؟ نفضي الصندوق. صح كده، نفضي الصندوق النهارده، نفضي على الهواء. طب ينفع افضي معاكم ولا ما ينفعش؟ كله يطلع سندات. انا مذيع انت مذيع في الحلقه دي بالذات يا سويل. طب يلا سلام عليكم. ميجا اف ام. يا جماعة الموضوع كبير والموضوع شائك، والنهارده بقى حلقة اعترافات. كل واحد هيطلع صندوقه الاسود كده وهيفتحه وهيبتدي يفتكر معانا حبه الاول، وهيعترف اللي هو فاكر ولا لا ومأثر فيه لحد دلوقتي ولا لا، عشان تقدر كده تساعدنا. طبعا نرمين نعمان هي مدربة الحياة والكاتبة، ان احنا نفضي الصندوق الاسود ده ونعبيه بقى بحاجات تانية بيضة حلوة جميلة، عشان نمشي في حياتنا بشكل سليم وساوي واحنا مبسوطين ومرتاحين من جوه ومن بره. بالظبط. جاهزه نقرا لك الاجابات؟ يا ريت. ماشي. احنا كنا سالناكم قبل الاغنيه، طبعا بما ان حماقي وصندل عملوا شغل عالي كنا سالناكم قبل الاغنيه على طول، يا ترى هل انتوا بتؤمنوا بالحب الاول ولا لا؟ فعلى 19297 بقى في كذا اس ام اس. مبدئيا الحب الاول احلى حاجه، هو بيسمعكم دلوقتي، بقول له يا محمد انا لسه بحبك دي ريجو. يا محمد انا لو منك وسمعت المسج دي اتكل على الله بقى، يلا اتكل على الله. بس احنا ما نعرفش دلوقتي على فكره محمد فين.
فين؟ محمد ممكن يكون اتجوز وخلف، ومحمد ممكن يكون للاسف، ما تزعليش مني، يكون نسيكي ومكمل في حياته حتى لو كان لوحده، وحتى لو كان لوحده، وانت عندك المكان الفاضي ده متخيله او متوهمه ان هو لسه ممكن يرجع يتملي. وده اللي انا بحاول، بس ان انا معلش استحملوا كلامي شويه، الجرعه تقيله بس لازم ان احنا نواجهها. مش كل شيء خيالي نقدر ان احنا نحطه ونعبيه، كلمه نعبيه في الواقع ونتخيل ان هو حقيقي. في فرق ما بين الواقع والحقيقه والخيال، عشان اقدر ان انا فعلا اقول ان انا بني ادم متزن. فبلاش نعيش في الوهم شويه، بحيث ان هو اكيد الذكريات القديمه هي دي اللي حلوه، لكن ما تعرفيش لو انت كنت كملتي معاه النهارده هتوصلي لايه، كنتوا هتوصلوا لايه. هل حد سال نفسه سندريلا والامير بتاعها لو كانوا كملوا لحد النهارده ما كويسين ولا لا؟ ولا تقدروا تعرفوا. كان جيلي وراها ولا تقدروا تعرفوا. كان جيلي وراها بالفرده اللي هي سابتها على السلم. لو انتوا شفتوا بقى فيلم انتو ذا وودز الجديد، والله يا بتاع دمر كل الفاري تيلز كلها. بس احب اقول لك ان دي صوره حقيقيه من الواقع، صح كده. وده اللي انا برضو على فكره بنتعرض له عشان تعرف كينونه الراجل والست او الذكر والانثى. ودي دايما ادم بيقولوا انه له اكتر من حواء، وحواء محرم عليها انها تكون لها اكتر من ادم. احب اقول لكم ان الكلام ده كله غلط. اعرف بهية الراجل وماهية الذكر، وقد ايه ان هو ممكن فعلا ربنا خلقه ان هو يقدر ان هو يتكيف مع كذا انثى، وانه فعلا ممكن انثى واحده ما تكونش قادره على اشباعه لو ما عرفتش تقرا دماغه صح. والانثى، وده للاسف نقدر نواجهه ونقوله بشجاعه، ممكن جدا ما يكفيهاش راجل واحد لسبب واحد، ان هي بتيجي على نفسها وبتعمل نفسها ان هي كويسه وهي مش كويسه. وده بنفتح صندوق شائك تاني جدا، انا عارفه. هو ده اللي انا كنت عايزه اقول لك عليه دلوقتي. هو صندوقين دلوقتي اتفتحوا من كلامك. مبدئيا القصص الخياليه والاساطير اللي احنا اتربينا عليها، طبعا من عامله ادراك مغلوط بطريقه مش ممكن. لما انا اكون انا طفله بتكلم عن نفسي ومتربيه على اغاني وافلام واشعار، شايفه ان هو ده بس اللي موجود، ادراكي كان محدود جدا جدا جدا. ادراك ان الحلم الوردي ده غصب عنه جايلي، لكن مفيش ادنى احتمالات ان في حاجه اسمها واقع، ان في حاجه اسمها دنيا. في فرق ما بين الدنيا والجنه، في المقاييس الدنيويه غير مقاييس الجنه. طب اقول لك على حاجه، انا في واحد اعرفه صاحبي، مش انا خالص على فكره، عشان ما تفتكرش. لا ما تبقاش موسوس. انا بتكلم عن نفسي يعني او حاجه يا جماعه، لا خالص. مش انت. واحد كيوت. واحد كان مثلا وهو صغير خياله واسع جدا زي ما انت قلتي، وبيتفرج بقى على الافلام والفاري تيلز والليجندز والمش عارف ايه وبتاع، فعمل رسم في دماغه صوره تخيليه سواء لشكل معين او لكاركتر معينه وظروف معينه، اكنه عايش في الفاري تيل. فبالتالي لما بيخش في اي ريليشن شيب مع اي حد مثلا بيدور على دي، بيقارن بين الصوره اللي في دماغه دي وبين الواقع، فطبعا الصوره بتكسب دايما، وهكذا يطلع من الصوره دي ازاي. انا دايما بقول ان الرجل او الولد حتى لما بيوصل لسن البلوغ ويبتدي يكتشف نفسه كراجل لاول مره، دايما بيجري ورا فينيوس دي اللي هي في خياله، متخيل ان هو عايز يروح يركبها على اي واحده موجوده يقابلها في حياته باول مره، يبتدي يضغطها فعلا او يقحمها جوه البرواز ده اللي هو رسالة. بالظبط. فبيتخيل ان هي دي حلم حياته، وبتتخيل ان هو ده حلم حياتها اللي قعدت وهي في سنين المراهقه بتاعتها ياخدها بالحصان الابيض بالظبط وشايننج ارمر ومش عارف ايه. فاللي نقدر ان احنا نقول عليه ان كل مراهق ومراهقه كل ما بيتبعوا خيالاتهم كل ما بيبعدوا كل البعد عن واقع الاخر. نشيلها ازاي بقى؟ يعني الصوره دلوقتي في دماغ الشاب او الشابه بكل الحبشتكنات بتاعت الاساطير وكده، نشيلها ازاي؟ لا ده في حاجه تانية بقى برضو كنت بقول لك عليها من خلال كلامك، مش بس الاساطير، افكار المجتمع اللي احنا اتربينا عليها. بالظبط. فكره زي ما انت كنت بتقولي التحريم والاباحه كمان للذكر. خلينا نتكلم يعني كلمتين من جد صغيرين كده، بس استحملوني فيهم. اهلا معاك. الخيانه ما بتفرقش ما بين راجل وست، الحلال والحرام ما بيفرقش ما بين راجل وست، ربنا في الثواب والعقاب ما بيفرقش ما بين ذكر وانثى. ادم وحواء الاثنين اتعاقبوا ونزلوا من الجنه على الارض لنفس مش الانثى بس، مش بالظبط. فخلينا متحضرين في تفكيرنا لو احنا فعلا عايزين نطلع لقدام. ما ينفعش الراجل يحط في بطنه 1000 بطيخه صيفي وشتوي لو فيه، عشان استحاله الست تقدر ان هي ولو عقليا تخونه بخيالها. ده بيحصل، ولو احنا فضلنا حاطين راسنا تحت الرمله ومش عايزين نسمع ونفهم الست ممكن بعقلها توصل لفين وغصب عنها، لانها كونها كائن عاطفي جدا جدا جدا، ممكن جدا ان هي
تعمل اللي هي مش متخيله انها ممكن تعمله، مجرد انها جري ورا جوع عاطفه. لازم ان احنا نواجه حاجه زي كده، ودي حاجه مهمه قوي. ايوه في الكتاب الاسود هتقدروا تقروه. لا ما احنا هنسيبك كده، انت لازم تقولي لنا برضه الكتاب الاسود ده جوع العاطفه. انتوا ما قلتوليش برضه هنشيل الاسطوره دي ازاي؟ ما احنا هنرجع نقول. محمد طلباتك كترت يا محمد. صح. طب انا كنت لسه هلعب لك اغنيه فيروز عندي ثقه فيك، عشان انا عندي ثقه ان الكتاب الاسود هيحل لنا المشكله دي. ربنا ان شاء الله هيحل مشاكل كتير. ثبتك يا نرمين اهو. جدا جدا. هنرجع نكمل مع نرمين نعمان، بس انتوا كمان كملوا معانا وبعتوا لنا على 192.7. يا ترى بتؤمنوا بالحب الاول ولا لا؟ يا ريت تبعتوا، ولا بلاش مش لازم تبعتوا لنا اساميكم، زي ما انتوا عايزين. قولوا لنا لسه فاكرين الحب الاول ده في حياتكم، حتى مهما الدنيا ودتكم وبعدتكم، واللي اتجوز واللي ارتبط وكان اسمه ايه؟ مين؟ الحب الاول. انا عندي سؤال عارف تاني. المشهد الشهير بتاع الافلام العربي اسمها ايه؟ منى. انا عايز اقول لكم على حاجه. بلاها ناديه خد سوسو، بلاش احراج لينا. ممكن لما نرجع تشرحي لنا او تديفاين لينا الحب الاول؟ هل هو اول واحد انا ارتبطت بيه او اول واحده انا ارتبطت بيها، ولا الحب الاول ده اول حد حسيت بيه بجد، ولا يعني عايزين نديفاين برضه الحب الاول لما نرجع. بعد الفاصل اهم حاجه تعرف قيمه الشيء عشان تعرف ان انت تعرفه بطريقه مظبوطه. طيب بالمناسبه بقى، بما اننا بنتكلم على قيمه الاشياء والاشخاص، فبنمسي على رانيا نور، على ياسمين خليل، وعلى داليا عيسى، كلهم سامعيننا. اهلا بيك. ياسمين خليل عماله تبعت لنا مسجز على الهوا، عايزه اغنيه وائل كفوري يا جماعه بتاعت مصدقت عيوني. انت متاكد؟ بس انا مش هلعبها لك يا ياسمين. انا بمسي عليهم جدا جدا وفرحانه قوي ان هم سامعيننا النهارده. طب احنا فاصل اعلاني كله مشاعر انسانيه، وهنرجع نكمل معاكم على طول. خليكم معانا ما تروحوش في حته. النهارده بنتكلم عن الحب الاول. كمل معانا على 92.7 ميجا فام، الاغاني على كبير. بنك مصر لكل عصر، 95 سنة عيد في حب مصر. وبالمناسبة دي بنك مصر جايب هدية 95 عربية ل 95 فايز، لو هتحصل على قرض بخطوة صغيرة. قصة نجاح مع نيفين محمود ومحمد سويلم، وانسى الطريق على ميجا اف ام. الاغنيه دي قصدي الحلقه دي خلي بالك. نيفين انت شكلك متلخبطه، والحلقه لخبطتك، لا نيفين متوتره، والصناديق خبطت، والحلل كمان خبطت، الحلل جامد. ممكن اقدم بدالك لو عايزه. لمي صناديقك يا سنجوبه. الناس بعتوا لنا على 192.7 حاجات كتيره جدا، بس حاسه ان الحلقه دي لازم يبقى عنوانها عارفه اللي هو كده. بصي اتفضلي اسا مثلا ايه، مثلا بتقول ايه؟ انا 18 سنه عايش الحب الاول بقالي سنتين ومأثر فيا قوي. هو ده هيبقى صح يعني حب فعلا استمر ولا اخلع من اولها عشان انتوا جبتوا لي احباط؟ لا انا بالعكس، ده انا المفروض بوزع طاقه ايجابيه. هو مين اسمه ايه؟ مش اسمه بس النمره اخرها 5 بس هو 18 سنه 535 اخر النمره. بص يا 3-5 مش عارفه ايه 535 يا 5-3-5. عايزه اقول لك حاجه كويسه بس الاول، لو انت فعلا من سن 16 سنه شايف نفسك او شايفه نفسك ان انت على قدر من النضج والوعي، انا سن البطاقه ده لا يعنيني في اي شيء، ما عنديش مشكله فيه خالص. لكن لو فعلا عقلك واعي وناضج لسن قادر ان انت تتحكم في مشاعرك وتحكم قلبك بجد، هل انت داخل العلاقه دي عشان احتياج، عشان مش عايز تبقى لوحدك، عشان عايز لما تخرج من الشله يبقى معاك كابل معاك، ولا فعلا قادر تحكم على مشاعرك واحاسيسك من دلوقتي، وان الحب ده مسؤوليه؟ هل انت ضامن وعلى قدر من النضج ان المشاعر دي عميقه هتكمل معاك بقيه حياتك؟ انا عايزه اقول حاجه مهمه بس، العلاقات نفسها والمشاعر ليها اعمار زي اصحابها. في علاقات بتفضل صح بعد عمر اصحابها بعد ما بيموتوا، وفي علاقات للاسف بتبقى هشه وضعيفه بتموت وسط عمر اصحابها. طب واحنا نعرف عمر العاطفه دي او العلاقه دي ازاي؟ الاعمار بيد الله برضه. يعني البقاء لله يا سويل. بغض النظر العزة فين يا حاج؟ بغض النظر طبعا الدين يحيينا ويحييكم ربنا، بس انا بتكلم ممكن جدا علاقتك تموت وانت لسه على قيد الحياه. هل انت حاليا دلوقتي فعلا واثق من نفسك؟ خلينا نبعد البارت التاني بتاعك دلوقتي. هل انت بني ادم على قدر من الثقافه والنضج والاحساس ان انت قادر ان انت
تختار طريق حياتك. هل انت عارف فعلا طب انت دلوقتي هتخش كليه ايه، واثق منها قبل ما بتبتدي تتكلم على مشاعرك؟ في حالات نادره جدا بيبقى في اشخاص فعلا اعمارهم العقليه اعلى جدا من اعمارهم البيولوجيه اللي هو العمر الموجود في البطاقه. انا مش هقدر اقول لا، ما اقدرش ان انا برضو ان انا اعمم وتجنرالايز ان كل الناس اللي بتحب وهي صغيره بتبقى غلط. لكن اقول ان القصص اللي بتتبقى وبتبقى حقيقيه هي نادره، وتخش في حيز الرزق والتوفيق الالهي. الحب رزق، كنت لسه هقول لك كده. طبعا الحب رزق أوي. الحب رزق. لازم تعرف ان الرزق مش بس فلوس ومش بس صحه ومش بس صحه ومش بس ولاد، مش بس حب 24 قيراط متقسمين علينا كلنا. صح. كل واحد واخدهم 2 رزق على 2 عيال على بالعدل. فلازم تفهم ان الرزق مش بس فلوس، والجوع مش بس اكل، والاحتياج لو هو اللي خلاك تسوق العلاقه هتلبس في اول شجرة. طب معلش بس انا بس عشان الحق اللي عنده 18 سنة دلوقتي عشان انا حاسة بشعوره. دلوقتي هل ده معناه ان احنا واحنا صغيرين لسه ما وصلناش مثلا ل20 سنة بلاش ان احنا ندخل في علاقة مثلا ما نحبش؟ لا بالعكس، ولا ناخد اكسبيرينس، ما علشان احنا مش عارفين نحكم. لا طب احنا برضه مش داخلين في فرن تجارب. انا بقول ان البني ادم يكون هو سايق عربية حياته ويبقى عارف الشعور اللي هو فيه ده ايه. انا بسمع كتير جدا وبيجي لي ناس بتعامل معاهم في شغلي بقالهم 3-4 ايام بالعدد بيعرفوا بني ادمين بيقولوا انا بحبه. ما ينفعش يا جماعة، مش كون انا عشان عايش حياتي من غير حب ان انا معنى كبير زي كده اعممه على علاقه لم تنضج وانا ما اختبرتش مشاعري فيها. لو انت عايز تخش في علاقه في سن بدري قوي كده لازم تكون على نفس الادراك بتاع طرفك الثاني، وانتوا الاثنين عارفين ان انتوا داخلين في علاقه بتجربوا فيها مشاعركم. لما توصلوا للنضج الكافي واعماركم انتوا الاثنين تتساوى عقليا قبل ما تكون اعماركم زي بعض في البطاقه، ساعتها ممكن اقول لك خدها تو ذا اذر ليفل او للمستوى الثاني وخش فعلا تقول انا في علاقه. لكن اثنين بيعرفوا بعض عشان الاثنين بيحبوا ورق العنب ما تهيأليش ان ده كفايه. طب في مسج برضو تانية من حد بقى تاني بقى خالص ما بيحبش ورق العنب ولا ايه؟ لا هو واضح انه ما بقاش بيحب حاجات كتير. ويقول ايه؟ بصراحه انا اتجوزت اول حب ليا بس بتجيلي نوبات من الندم، واوقات تانية بقول انا ما كانش ينفع اتجوز حد غيره، مش عارفه ازاي. صاحبة الرسالة دي هي بني آدمة مش عارفة نفسها الأول، ودي المشكلة. فبالتالي مش قادرة تعرف هل الشريك اللي معاها بقاله سنين ده هو المناسب ولا لا. ليه؟ لما أنا بفقد بوصلتي لمعرفة نفسي، البني آدم ربنا خلقه أعقد المخلوقات على وجه الأرض. صح. فكونها إن أنا مش قادرة إن أنا أعرف نفسي، أعرف احتياجاتي، أقدر أواجه، اقدر اقول انماطي الشاذة قبل الانماط الطبيعية عشان اقبل نفسي بالصورة اللي ربنا خلقني عليها ايا كانت هي عاملة ازاي. هي لازم تعرف نفسها الاول وتعرف احتياجاتها ايه عشان تقدر تقيم العلاقة وتقيم سنين الجواز دي. على فكرة ما ممكن 2 متجوزين بقالهم 20 سنة لكن هم ابعد ما يكون عن بعض. ممكن جدا اللي قاعد جنبك في الكنبة ده انت ما تعرفش عنه حاجة وهو ما يعرفش عنك حاجة. صح. ده الحيز الجغرافي ملوش دعوة بالتقييم اللي احنا بنتكلم عليه. هي محتاجة انها تعرف نفسها الاول، تقيم عقلها، تترابط وتتواصل مع روحها علشان تقدر ان هي تقيم علاقتها مع اللي قدامها. طب سؤال كده، في نظرية بتقول احنا بنحب بايه؟ بقلبنا. بالظبط. وكلمة القلب جاية من التقلب. أيوة. وسبحان مغير القلوب. يعني ممكن طبيعي انا النهارده بحب فلانة وفلانة بتحب فلان، في يوم وليلة القلوب تتغير وبقى الحب ده يروح ويتنقل لحد تاني وهكذا. ازاي؟ هل ده طبيعي؟ وهل يعني عادي ان الناس ما تعرفش تكنترول الحتة دي، ولا هي بليمت او بحدود معينة؟ طب خلينا نتكلم، بس انا مش عايزه اخش في كلام علمي قوي وترمز ومصطلحات وكده، لكن لازم تعرف ان مركز الشعور في بأي بني آدم ربنا خلقه، المركز اللي بيتحكم في عواطفك ومشاعرك وطاقتك هو في عقلك، في العقل اللاواعي. واللي بيشغل القلب اللي هو بيضخ لك القلب، على فكرة كل مهمته ان هو يضخ الدم بالظبط ماشين، لكن ما هوش مركز احساس. احنا بس بنحب شكل القلوب الحمراء وكده، وانه بيقول الناحية الشمال وبتاع، لكن لو انت عايز تتكلم على مركز الاحساس ومركز الشعور هو عقلك اللاواعي. وانت لما بتيجي ان انت تبقى مصمم على شيء بتفكر بعقلك، وكونك ان انت عايز توازن كلمة
كلمه اوازن ما بين عقلي وما بين قلبي، دي معناها توازن ما بين عقلك الواعي واللاواعي، ما بين ان انت الحاجه الحقيقيه اللي انت بتشوفها، وما بين مخزونك اللي متخزن في عقلك اللاواعي اللي مأثر عليك من غير ما تدرك. بالظبط. هو ده. انا شغلتي عباره عن ايه؟ انا دراستي كانت كلها عباره عن ايه؟ عن دراسه العقل اللاواعي، ازاي اخليك تتحكم في حياتك بعقلك، وكل الادوات بتاعتك تبقى في ايديك زي الريموت كنترول، تقدر توجه نفسك في الطريق اللي انت عايزه عشان تقدر ساعتها تتحمل المسؤوليه بتاعته. ففكره ان انا بحب بالقلب دي فعليا مش سليمه. ده ليه علاقه اللي قلتيه ده بالايموشنال انتليجنس او الذكاء الحسي او الاجتماعي. كلمينا برضو عليه لما نرجع اللينك الجاي. ولسه هنقرا كمان الاس ام اس بتاعتكم، لان الحقيقه في بقى عمالين الناس عمالين يبعتوا كتير جدا. فهنقراهم كلهم على 192-7 مع نرمين نعمان طبعا، وهي الكاتبه ولايف كوتش او مدربه الحياه. بس بقى انت هتسمعنا ايه دلوقتي؟ محمد منير طبعا، الكلمه صوتك احلى اغنيه جدا جدا جدا. وهل انتوا لسه فاكرين حبكم الاول؟ وهل لسه مأثر فيكم بشكل ما، ولا انتوا مش معترفين بالموضوع، ولا مداريين، ولا مخبيين، ولا ايه؟ ابعتوا لنا مسجز على 192-7. عايزين برضو نلعب بالحب الحقيقي. بيعيش يا حبيبي، بيعلمنا نسامح ونسينا امبارح. مش بقول لك يا عبد الصمد. ايوه ابعتوا لي يلا عشان نرد عليك. يلا بينا. كل نجاح كبير بدأ بخطوة صغيرة. قصة نجاح مع نيفين محمود ومحمد سويلم، وانسى الطريق على ميجا اف ام. يا جماعه الموضوع كبير جدا. قلت لك الحلقه ولعت ولا ايه؟ الموضوع كبير جدا، وبنتكلم النهارده عن الحب الاول، وعن كل واحد وتصالحه مع نفسه لما يطلع صندوقه الاسود اللي كله مشاعر هو مخبيها او ضاغطها او عامل عبيط وعامل من بينها ومش عايز. ده الصندوق مش راضي يتقفل من كتر ما اتملى يا جدعان. واضح ان الصناديق كلها كانت مستنيه انها تتفتح. مش ممكن. عايزين الاول نشكر ايمان اللي بعتت لنا على 192-7 بتقول بجد مش قادره اقول لكم قد ايه الحلقه رائعه. انا كنت في العربيه وطلعت البيت فتحت الراديو عشان اكملها. تحيه كبيره ليكوا، وسلامي طبعا لنرمين نعمان. ميرسي يا ايمان جدا جدا جدا. ايمان ميرسي جدا. نروح بقى للاس ام اس من النوع الثاني. اسمعي بقى حضرتك. بقالي 6 سنين كنت فاكره اني بحب جوزي، بس دلوقتي حاسه اني كنت بقنع نفسي بس. انا مش عارفه انا مش ناضجه ولا عاطفيه زياده ولا ايه. انا عندي 29 سنه، حاسه اني زي المراهقين بحب اعيش حاله الحب. بصي يا 29 لازم تقفي مع نفسك وقفه، وكل ما تكون بدري كل ما تكون احسن. لازم تبقى انت فعلا عارفه انت عايزه ايه. هل الجوازه اللي انت دخلتيها عشان تهربي من شيء تاني، عشان تمشي او تقدري ان انت تداوي وجع قديم ما كنتيش قادره عليه، عشان تكون حل لوضع انت ما كنتيش قادره ان انت تستمري فيه، ولا كنت بني ادمه متزنه جدا عارفه نفسها، حبت البني ادم ده واختارته كشريك حياه ليها وقادره انها تاخد المسؤوليه دي. انا عارفه ان انت بقيتك متجوزه بقالك 6 سنين، بس لو ما خدتيش الوقفه بتاعتك دلوقتي عمرك ما تقدري تكملي حياتك بطريقه سعيده. ممكن جدا تكون هي دي الحياه اللي انت فعلا بتحبيها، بس انت مش قادره تعرفي قيمتها، وممكن تكون خطوه كانت غلط جدا وممكن تتداركي حلها. ومش بقول ان انت تنفصلي او حاجه، انا بتكلم ان لازم اي زوجين بعد فتره لازم ياخدوا وقفه مع بعض، ولازم يقيموا العلاقه والمجهود يكون متواصل من ناحيتين متساوي. مشكلتنا ان احنا بنتجوز ونخلف ونقعد في البيت. ما فيش حاجه اسمها كده. لو انت مش قد مسؤوليه الحب، مش قد مسؤوليه الجواز، مش قد مسؤوليه مجهود العلاقه اللي مطلوب منك كل يوم متواصل، ان انت تقدر ان انت تجذب اهتمام الشخص اللي قدامك لان انت حابب ده، ما هواش واجب، ما هواش مفروض. لو احنا شلنا الاجبارات والواجبات واللازم من حياتنا هنعرف نعيش حياه سعيده فعلا. لو قدرنا ان احنا نواجه الطرف الاخر بالحقيقه دي ولقينا فيه استعداد ان احنا نشتغل على العلاقه سوا، ده لازم تعمل كده. طب سؤال بقى، هي قالت او جابت سيره موضوع حاله الحب، او ان هي بتحب تعيش في حاله الحب او كده. في ناس يعني في تيست بتعمل كده سايكولوجي، اختبارات نفسيه، بيبقى لما يجوا يصنفوهم بيسموهم هانترز، صيادين. بمعنى هو بيحب الفكره او البروسيس بتاعت انا البنت دي عجباني فانا هتعرف عليها لحد ما اوصل لها واول ما اضمنها امشي. الفريسه ملذتها في الجري وراها مش في اصطيادها. دي فكره،
ده الفكر الذكوري عامه. الراجل بيبقى يا اما صياد يا مزارع. صياد اللي هو هيز هانتر ان هو عايز يجري ورا الفريسه بتاعته، يا اما بيبقى راجل في حاله كده مزارع مستكن، الموضوع بالنسبه له رتيب جدا، عنده البيت والاسره والعيال، بيروح من البيت للشغل والشغل للبيت. دي انماط شخصيات، بس طبعا الانثى بيثيرها الهانتر اكتر او الصياد اكتر عشان بتشوفه تشالنج، لان هو بيبقى فعلا متحدي جدا، وبعدين بيبقى مقدام اي واحده. حاجه كمان هو ساب الفرايس الثانيه وجري ورا الغزاله بقى، جري ورا الغزاله. انتوا عارفين الحته دي طبعا بتلعبوا عليها. ده بيرضي غرور اي انثى. بس خلينا نتكلم في النقطه الاهم، ان احنا كتير مننا جدا بغض النظر عن اعمارنا بنقع في فكره حاله الحب. انا عايز اعيش الحاله دي بغض النظر اذا كنت انا بحبه ولا لا، او مع مين. انا مش مهم. لدرجه ان انا بشوف نماذج فعليا هي كل اللي هاممها هم بيعملوا ايه، هتروح فين، هتخرج فين، مين هيشوفها، هتصور على الفيسبوك وتحط ما اعرفش ايه. طب انت كونتنت او محتوى البني ادم اللي قصادك ده مشبعك ولا لا، قبل ما تجري وتبقي بس عايزه تكتبي في الريليشن شيب I'm not single. ما تبقاش مجرد واجهه اجتماعيه وخلاص. هل الحب ده فعلا بجد مجرد ان انا عايزه اعيش الحاله دي، ولا ده مشاعر حقيقية أنا قادرة إن أنا أخد مسؤولية؟ طب نروح بقى لحد تاني العكس تماما. اللي هو في حاجات كتير بيخبيها عشان ما تطلعش على الفيسبوك. بمعنى انا عندي مشكله فظيعه، دي مسج انا حبيت كتير قوي في حياتي، كل مره العلاقه ما تكملش اقول انا كنت مش بحب اصلا، بس كنت بقنع نفسي بس انا دلوقتي متجوز. في ناس كتير بتحب يعني تطلع من حب تدخل على حب، وممكن يبقى في كذا علاقه ماشيه في نفس الوقت. ممكن يقولوا لنفسهم ان هم بيحبوا فعلا، او حد زي اللي بعت لنا الاس ام اس هو مش عارف اذا كان فعلا كان بيحب ولا لا، او يمكن بيقنع نفسه انه ما كانش بيحب. والله الطبيعي، او لو اهم حاجه بس واحنا نيجي بنفكر نرجع للفطره. كوني ان انا اقدر احب بني ادم واثنين وثلاثه في نفس الوقت، اعرف ان انت ما بتحبش حد فيهم خالص. صعب، ما ينفعش، مش هينفع. تركيبتك النفسيه والعاطفيه والعقليه ما ينفعش. ده حتى لو هنتكلم، عشان عارفه ان في ناس هتقول ان في تعداد الزوجات والكلام ده كله، الرسول عليه الصلاه والسلام ما قدر ان هو يعدل ما بينهم، لكن في العاطفه ما قدرش. لان يعني هل احنا مش بنمثل طبعا ما بيننا وما بينه، لكن انا بتكلم ان البني ادم مهما كان كفه عاطفته لازم بتميل. لكن لو هو البني ادم اللي بعت المسج ده بيقول انا حبيتهم كلهم، انت للاسف ما حبيتش ولا حد فيهم. لو حد فيهم لمسك كنت هتسيب الكل وتمسك. طب ليه ما ينفعش كل واحده فيهم لمسته بطريقتها؟ يعني كل واحدة فيها حتة مش في التانية فلمسته بالحتة دي. يبقى هنرجع لنفس الدلوجن او نفس الوهم على ان هو بيدور على فينيوس. هو حب عقلها، وحب في دي طيبتها، وحب في دي خفة دمها، وحب في دي شكلها الحلو، وحب في دي انها دي امه وبتعيش. برضه حيران. بالظبط. وده افلام كتيرة جدا عملت الموضوع ده. وهرجع تاني زي ما اقول امرأة واحدة لا تكفي. هو نفس الفكرة. زوجة رقم 13 بالظبط. بس عايزه اقول بقى حاجه تانية كده بس صغيره، زي ما امراه واحده لا تكفي، ساعات في رجل واحد لا يكفي. بشكرك كتير. لخبطتك اكتر. لا بالعكس، انا يعني مستقره اصلا بافكار معينه، فيعني يلا ما علينا. طيب رزينا على الله. بمناسبه الصندوق الاسود، في ناس بتقلب الصفحه بس بتبقى فاكره كل كلمه فيها صم وحافظاها عن ظهر قلب، يعني مهما قلبت الشابتر او قفلت الكتاب حلو قوي بيفضل قدام عينيهم. انا عمري في حياتي ما طلبت من اي بني ادم كنت بشاركه في عمل، يعني بنشتغل مع بعض او بنشتغل ان هو يحسن حياته، ان هو يلغي ذكرياته. انا كده بشيل حتت منه. احنا اللي احنا بنعمله ان انا بوصلك لمرحله او بديله التولز او الادوات ان هو يتسامح مع اللي فات، يتسامح مع الذكريات، بحيث ان هي تبقى فيها ذكرى حلوه او طعم حلو قوي لو رجع لورا. زي ما احنا بنرجع نفتكر حاجاتنا القديمه كده، ويبقى في بسمه حلوه بتطلع على وشنا من غير ما يكون في بقى كم من المشاعر السلبيه والغضب والعند، وخلاص انا لازم اروح اقتلها والغل ويا رب تكون هي دلوقتي مش سعيده ولابسه في شجره وجوزها بيولع يعني من غير لا ده الواحد بيشوف حاجات مش طبيعيه. وللاسف الغضب لو لم يتم السيطره عليه، البني ادمين عندهم قدره ان هم بيعملوا حاجات هم نفسهم ما بيبقوش عارفين هم عملوها ازاي، بيدمروا نفسهم بنفسهم ازاي. بالظبط، لان العقل اللاواعي بيبقى هو بس اللي متحكم. طلعت لا حول ولا
انا هعدهم لك يا نيفين. طب بقول لك بما احنا جبنا سيره الصفحه فهنسمع صفحه وطويطه. الله بقى فوري. يلا قطع فينا زياده. ومهما طويطه الصفحه موجوده. يا جماعه انا بحب احيي محمد ان هو فعلا بيحط لي احلى اغاني انا بحبها. ياسمين يا خليل. انت اللي مختارها. انا اللي مختارها الصراحه. ياسمين يا خليل يا جماعه على الراديو حبيبتي اسمعي اغنيه حلوه. هتطوي الصفحه هيجي لك 10 غيرها يا باشا. اسمع الاغنيه دي ونرجع نكمل معاكم على طول. كله رزق يا اخ سويلم مع نرمين نعمان، وهنطلع صندوقك الاسود بالذوق بالعافيه هيطلع. بنشكر كمان عمرو عابدين بعت لنا، وبشكر طبعا بشكرك يا نرمين على الحلقه دي. اشكرك جدا. نطوي مع بعض بقى. يلا نطوي. يلا بينا. هتكوي؟ انا معاك كشكول يا ماما، معاك كشكول شويه. قصة نجاح مع نيفين محمود ومحمد سويلم، وانسى الطريق على ميجا اف ام. شايفه دودو دودي؟ دودو دودي بتجنني. جميله. بتقول انا من الصامتين بس الصندوق الاسود قطعني. أيوة. فخليه مقفول على جراح احسن. ليه يا دودي كده؟ طب انت هتفضلي ساكته على الصندوق ولا ايه يا سويلم؟ لا احنا لازم نفتح الصندوق يا دودي ونطلع كل حاجه فيه كده اللي ملهاش لازمه نرميها، ونملاه بقى بميموريز احلى واجمل وتشحننا طاقه ايجابيه. لا ده في كميه صناديق اتفتحت على ايدك مش ممكن. استقبالي بقى. بصي في على 192.7 مسج بتقول انا محمد خاطب بس الحب الاول اغلى عندي من الحب التاني، يعني اللي انا هتجوزها هي الحب التاني، بس هو واضح ان هو واخد قرار انه هيتجوزها. اوكي محمد، انا عايزه اقول لك حاجه بس عشان ولا تظلم نفسك ولا تظلم البني ادم اللي المفروض هتكون زوجتك وام اولادك وهتعيش معاك عمرك كله. فلازم قبل ما انت تخش في موضوع جديد لازم تكون قفلت الموضوع الاولاني من نفسك من جواك، مش مجرد ان انت سبت حب اولاني عشان القصه اللي دايما بتحصل ما ينفعش اللي احنا بنتكلم عليها النهارده دي، معناها ان انت كده خلاص قفلت وحطيت خط احمر كبير على القصه دي. لا، انت لازم تقفلها فعلا من جواك وتكون صادق مع نفسك وتقعد فتره في حاله حياد من غير ما حتى ما تخش في اي علاقه جديده. ما ينفعش ان انا اداوي جرح علاقه قديمه بالخوض في علاقه جديده. انت كده هتظلم البني ادمه اللي انت رايح ان انت تتجوزها، هتحملها مسؤوليه هي مش قدها وللاسف هي مش عارفاها. هي انت بتطلب منها ان هي تداوي لك جراح هي وهو هيتعب كمان. طب لو هي هيتعب نفسه زياده. طب لو هو قال لها انا كنت مثلا مرتبط بفلانه وبحبها ولو جدا لو هي عارفاها، الحس الانثوي بقى اللي انا ممكن اقدر اكده لك، هتحس ان هي مهما كان مش قادره تملى الفراغ القديم، وهتحس ان هي جواك عماله عايمه مش قادرة ان هي فعلا تكون البارتنر او الشريك الحقيقي. طب ما تحاول يمكن تعرف. هتحاول انت مش لما يعرف هو الاول. هو مش لو انت مش عارف تنهي القصة القديمة من جواك، انا بنصحك نصيحة ليك اولا واللي زوجتك اللي المفروض ان انت لسه هتتجوزها، انهيها من جواك بطريقة سليمة وتكون واضح وصريح مع نفسك. ممكن جدا بقى هتقف في المراية معانا زي ما احنا بنعمل النهاردة، واول ما تحس ان النهاية دي حصل لها الخاتمة الراقية او اللي بنسميها ديسنت كلوجر، ساعتها تقدر تقول ان انت بني ادم متزن، تعرف تعمل اختيار سليم واختيار شريكة حياة تكمل معاك مش تداوي جراح اللي فات. طب نرمين سؤال، مش ممكن حد دلوقتي لما فتح الصندوق بتاعه الاسود فافتكر الميموريز والذكريات ده زود الموضوع اكتر عنده، انه افتكر حاجات كان مخبيها او مش عايز يفتكرها عشان بتوجعه وبتفكره بشخص بعينه، فلما فتح الصندوق وجها لوجه رجعت كل الذكريات قدامه دلوقتي والشريط عدى قدامه، هو بقى استاك اكتر في الماضي. هو مش هيبقى استاك لو ما كملش البروسس او العمليه للاخر. لو انا بالظبط دلوقتي عندي الم ما في جسمي وكل شويه بستنى عليه وفجاه قررت ان انا اروح اعمل العمليه، الدكتور فتح الجرح لكن ولا لمه ولا نظفه ولا خلص العملية ولا اداني فترة نقاهة، هفضل مزنوق في حياتي منتظر ان انا اداوي جراحي. انا مش عايزة اعمل كده. احنا بناخد الخطوة دي ناخدها من اولها لاخرها. انا هوقفك قدام مرايتك وتفضل معايا لحد ما تقدر ان انت كل اوجاعك الماضي دي تتصالح معاها وتشوف انت فعلا كنت غلطان في ايه، بحيث ان انت ما تكررش ده بعدين. لكن كون ان انا افتح الصندوق واتحسر عليه مجرد ان هو قدامي، لازم تعرف حاجة مهمة، ان الحصر
الأسرة اوجع من فقدان الشيء نفسه. ايه ده؟ كوني ان انا اتحسر على عمري وهو بيضيع قدامي عشان انا مش قادر ان انا اصلح حاجات فاتت، صح. ده اوجع من فقدان العمر نفسه. عارفه ليه؟ لان هو بيفوت مره واحده، ان انا بقعد افتكر 20 مره استنوا بس انتوا الاثنين، استنوا انتوا الاثنين. اللي فات مات. لا يا عمي ما ماتش، اسمع بقى دي. خير. في مسج بتقول ايه؟ انا متجوز من 3 وبحبهم جدا، وكل واحده فيهم زي الورده ليها عامرها الخاص. هايل. الاستاذ عبد الله محمد، انت كده استاذ عبد الله، انا احب عايزه اوجه لك رساله خاصه جدا جدا شكرا جدا. طبعا، رساله شكر. عايزه اقول وانا على فكره انا بتكلم في الكتاب ان شاء الله على جزء عن تعداد الزوجات. تعدد هي الزوجات. تعدد الزوجات. امتى فعلا ان ممكن تكون المؤسسه دي صالحه للاستخدام نفسها؟ الموضوع شائك جدا وموضوع ملخبط جدا، ونادرا ما بنقدر ان احنا نلاقي نموذج ناجح. سليم ناجح. مش كل راجل متجوز كذا ست اقدر اقول ان دي جوازه ناجحه، لكن جوازه واحده نوت اونلي جوازه واحده. طبعا احنا بنكسكلود مصطفى شعبان طبعا. لا بغض النظر مستر حاج عبد الغفور بورع، بغض النظر في الدخول عن الدراما يعني. انا بقول ان دي، هرجع اقول تاني ان دي انماط قليله جدا 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 ان احنا نقدر ان احنا نلاقي الراجل اللي قادر يكفي كل الستات اللي معاه. ما بتكلمش بقى ولا جنسيا ولا ماديا ولا كل الكلام ده كله. الراجل ده لازم يكون عنده عقل عبقري، انه قادر انه يوفق ما بين ال3 بيوت او البيتين او ال4 بيوت ايا كان. وحاجه تانية ان ال3 سيدات دول لازم يكون عندهم انماط فريده جدا من الشخصيات المتناغمه المتناقضه، بمعنى ان لازم ال3 شخصيات دول يكون فعلا على تناقض تام جدا عشان كل ست ما تحسش ان التانية واخده من جوزها حته. التركيبه دي انا بتكلم عنها باستفاضه في الكتاب، لكن هي موجوده بس نادره جدا. واحب اقول لك بس معلش، للاسف ربنا قال في الاخر للاسف ولن تعدلوا. في برضو محمد بعت مسج بيقول لا دي انا قريتها، لا استني هقول لك واحده تانية. انا الحب الاول مأثر جدا فيا ونفسي ارجع له ومش عارف وعايز اعرف ليه. ممكن بقى اضيف عليها حته وتقول لنا عليها؟ هل احنا بنحن للحب الاول عشان هو كان الحب الحقيقي، ولا عشان احنا عارفين ما ينفعش ارجع بالماضي وان اللي فات مات ومش هقدر ارجع واعمل ريوايند؟ علشان احنا بنحب نجري ورا حاجه مستحيله. بالظبط. هو على فكره الغالبيه للاسف ان في حاجه اسمها كلوزد رود ريليشنز او العلاقات المستحيله. البني ادم بتركيبته الغامضه الغريبه اللي احنا في الكتاب اللي احنا بنكشفها المعقده جدا دي، بيحب قوي كل الممنوع مرغوب. بيحب قوي يوجع نفسه بشكل ما ويستلذ الوجع ده، ان هو يخش في علاقه عارف ان هي استحاله هتبقى نهايه مأساويه، انها هتبقى اكيد نهايه مأساويه، ان انا اروح بايدي كده هضر نفسي وهجرح الناس كلها اللي حواليا وبرضه اروح فيها. غالبيه من الناس بتحاول ترجع للحب القديم ده عشان عارفه انه استحاله انها توصل له. ممكن تكون حبيبته دلوقتي متجوزه ومخلفه او مش موجوده اصلا، ممكن بالظبط. لكن في حالات نادره لو هو حس ان ده الحب الحقيقي وان هو لسه ستيل مستنيه وان ده في حيز رزقه، اكيد رزقه هيجيله حتى لو هو مرحله. طيب بس معلش يعني كل واحد فينا بيمر اكيد في مرحله ان هو بيبقى عنده زي ما انت قلتي حاله من جوع العاطفه. طبعا الوقت ده الانسان بيبقى فيها ضعيف جدا جدا، وبيبقى الكوبايه عنده تقريبا فاضيه، متكسره مش فاضيه. وهو عنده احتياج شديد ان هو جداً. يبقى لوفد، يعني يبقى محبوب وانه ويحب ويعيش الحاله. يعمل ايه؟ دي لازم يبقى على بيبقى عنده اوبشنز على فكره في حياته، مش دايما بتكون صح. انا دي دايما هي دايما بتبقى غلط. ودايما كلها بتبقى مغريات، عامله بالظبط زي اللي بيعمل ريجيم ومره واحده يلاقي مليون شوكولاته بالظبط، جعان جدا ومش عارف يقدر ياكل ايه وكل الاكل ده هيضره. هي الفكره في ايه؟ ان انا ابقى على وعي، هل انا في جوع عاطفي ولا لا؟ هل انا مشبعه من نفسي؟ هل انا واحده الاول قبل ما ابتدي ان انا ادور ان انا الم بقايايا من الناس؟ عشان اسكت الجوع العاطفي ده لازم اكمل نفسي الاول، لازم اكون راضيه عن عقلي عن فكري، لازم اشغل نفسي باشياء ايجابيه واعرف ان انا عشان ابقى سعيد مش لازم اكون مرتبط او منفصل او متجوز او متطلق. ما ينفعش احجر على نفسي السعاده في حاله اجتماعيه انا مش ضامنه هتبقى عامله ازاي. افرق ما بين الحاجات اللي في نطاق سيطرتي وبين الحاجات اللي القدر ممكن يجيبها لي. انا ممكن اعيش واموت، اتجوز او ما اتجوزش، اتطلق او ما اتطلقش. هل ده معناه ان انا اكون حياتي كلها سعيده او تعيسه؟ يبقى انا كده خسرت نفسي.
فلازم ابقى عارفه هل انا في جوع عاطفي ولا لا. لما اجي اعمل اختيار هل نابع عن ارادتي ورغبتي الحقيقيه ولا مجرد سد جوع مكان معين. في ناس بتبقى رمرامه او تفصى طبعا صح، اللي هو انت يا عم في ايه بقى وعمال يرمرم وتمرم واحب انا لا ابدا واحب ازود حاجه تانية برضو. زي ما في بني ادم رمرام وتفص، في بني ادمه رمرام وتفص. طبعا صح. لا طبعا هشام بقى رجيم يا جماعه، لازم رجيم. احنا نصوم يا جماعه. مش عايزين نصوم، احنا عايزين نعيش صح بس من غير تفاصيل. سيبها صح تعيشها. هشام بقى بيقول عاجبني كلامك ودخل دماغي يا نرمين، ربنا يخليك يا هشام. ما تبهدليش الرجاله قوي عشان سنجوبه ما تفرحش فينا قوي. لا والله بص يا هشام هقول لك حاجه، مسيره هتقرا الكتاب وهتعرف. انت محايده. الكتاب ده لو انا مش كاتبه عليه اسمي انت هتحتار اللي كاتبه ده راجل ولا ست ولا كائن فضائي يعني. الموضوع محايد جدا جدا. انا بخاطب الانسان، بخاطب العقل، علشان البني ادم بعد كده يقدر ان هو يعيش في توازن. لكن انا عمري في حياتي ما اجي بقول بلقي اللوم على راجل او ست. اي علاقه نجاحها او فشلها 50% على الطرف الاول و50% على الطرف الثاني مهما تعددت التفاصيل. صح. طيب بما ان احنا جبنا سيره الجرح وجرح السنين وكده، تعالوا نسمع فضل شاكر لا روح. الله عليك يا الله. انت يا اللي عم بتقل يا جماعه انا لازم اشكر محمد مع كل اغنيه. انا بختار الاغنيه دي. انت ممكن تشكريها معلش. اشكريها واضح عليها مجروحه برضه. انا استريحت كده خالص. طب يلا نسمع مجروح ونرجع نكمل معاكم، هنطحنكم في افكاركم النهارده معانا بقى. اي خدمه. يلا بينا. الطريق مع نيفين محمود ومحمد سويلم على ميجا اف ام. طب يا رجاله احنا عملنا اللي علينا رجاله مين؟ معاك ستتين في الاستوديو وكل واحد يخلي باله من صناديقه. انا مالناش دعوه. لا غاليه غاليه. انا اهم حاجه عجباني حاله المديتيشن الغريب اللي انا حاسه انا قلقانه عليكم. على شفتي عملتي في المذيعه ايه؟ انتوا كويسين ولا ايه؟ سنجوبه كانت ورده الاذاعه عندنا. لا انت ما شفتنيش، اصل بقيت اليوم كنت عامله ازاي. لا والله انا عايزه اقول لك ان انت اديتينا طاقه يعني حلوه جدا، وعمالين نفكر دلوقتي وننفض فعلا جوه البيت بتاعنا. هو ده الغرض الاساسي ان كل بني ادم بيسمعنا دلوقتي. حال الاوان ان هو يقف قدام المرايه ويفكر، عيد حساباتك. لو انت فعلا مقتنع بنفسك ومقتنع بحياتك كمل فيها، ده كويس، لكن من غير ما تحط حاجات تحت السجاده. فاينل مسج بقى منك كده لكل الناس فعلا اللي فتحت صناديقها معانا واللي ما كانتش بتفكر في الموضوع بشكل يعني ديب كده. تقول لهم ايه وهم لسه بقى يعني بيلخبطوا في الصندوق، او تقول لهم ايه على الكتاب الاسود اللي اتفتح النهارده اتعاملوا معاه ازاي؟ انا حابه اقول لهم ان الحمد لله انا مبسوطه جدا من رد الفعل النهارده، ومتاكده باذن الله ان الكتاب الاسود ان شاء الله هيفيدهم اكتر واكتر، ان في كل التفاصيل اللي احنا اتكلمنا عليها وحاجات تانية كتير قوي 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 هم نفسهم لسه مش متخيلينها. الفاينل مسج او الرساله الاخيره اللي احب اقولها لكل البني ادم الشجاع كفايه اللي قدر النهارده يطلع صندوقه الاسود، ما تقفش عند المرحله دي. طلع الصندوق، طلع كل اللي فيه، واجهه. انت ممكن هتتألم في الاول شويه، بس الالم ده هتشكر نفسك عليه بعدين. الالم ده هيقوم حياتك بعد كده، هيوسع ادراكك، هيخليك تبطل تغلط نفس الغلطه مره واثنين وثلاثه. بالظبط، لقيت الجذر بتاع المشكله، هتقدر ان انت بعد كده تعالجه، وهتبص على حياتك بمنظور جديد جدا 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 جدا. هتحس ان انت فعلا بني ادم متوازن. عايزين نقول للناس ان هم ممكن يوصلوا لك يا نرمين نعمان طبعا عن طريق الفان بيج بتاعتنا. الويب سايت بتاعها او الفان بيج بتاعتها موجوده عندنا، فالفان بيج بتاعتك لو عايزه تقوليها برضه هابي لايف بروجرامز جروب على الفيسبوك. يا ريت تكلموني، يا ريت تبعتوا لي، انا هرد عليكم بنفسي. وبشكركم جدا 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 على وقتكم وعلى ثقتكم فيا، وان شاء الله الكتاب الاسود هيعجبكم. نورتينا. واكيد لينا حلقات تانية معاكي. يا ريت يا ريت. والتوبيك ده ممكن نعمل فيه حلقات مش حلقه واحده. يا ريت يا ريت. نشكرك جدا على وجودك معانا النهارده. ميرسي، وهنستناكي ان شاء الله في حلقه تانية باذن الله. ان شاء الله. ميرسي جدا جدا جدا. انا عايز اقول لكل واحد بقى شارك معانا وسمعنا، طلع الصندوق اللي جواك.
والاغنيه اللي جايه دي اللي كتبها صناديقه كتير. ده اكيد. الاغنيه اللي جايه دي اللي كتبها صناديقه كتير. والحقيقه ان كل واحد فينا عنده صناديق كتير، ده حقيقي يعني. طيب. عنده وشوش كتير. بشكركم جدا على وجودكم معانا. اسفين لو كنا في مسجز ما عرفناش نقراها او ما قلناهاش على الهوا، لكن ان شاء الله هيبقى معانا حلقه تانية جديده مع نرمين نعمان، فاستنوها. في عشق بيستنانا وعشق بنستناه واحنا مستنين وعشق بينسينا العشق اللي عشقناه. السلام عليكم. تتمسوا بالخير. باي باي باي.